السلام عليكم. عايزة أكلمكم النهاردة عن موضوع مهم، المكملات الغذائية. في ناس كتير بتكون فاكرة إن كل ما دخل جسمها فيتامينات أكتر ومعادن أكتر إن هي كده صحتها تبقى أحسن، ولكن دي مش حقيقة. انت كده بترمي فلوسك على الأرض. كمان هتجيب نتائج عكسية وصحتك هتتدهور. خليني أشرح لك في الفيديو ده إزاي بيحصل كده. يعني مثلا فيتامين ايه لو خدناه سبلمنت من بره غير الاكل وزاد في الجسم عن الحد الطبيعي، بيبتدي يخلي دورة حياة الشعر سريعة جدا، بالتالي يحصل تساقط شعر. كمان بيتخزن في الكبد ويسبب تسمم في الكبد وممكن يوصل لتليف في الكبد. كمان فيتامين د اللي دايما يقولوا احنا محتاجين ناخد فيتامين د عشان احنا مش بنتعرض للشمس. لو خدناه سبلمنت وزاد في الجسم عن الحد الطبيعي، بيبتدي يحصل انه الكالسيوم يحصل له امتصاص بكمية زيادة جدا فيترسب في الشرايين فيعمل تصلب شرايين. كمان ممكن يعمل فشل كلوي وحصوات في الكلى. كمان فيتامين اي هو بيشتغل كمميع للدم، يعني عكس التجلط. فاذا زاد عن الطبيعي بسبب المكملات اللي احنا بناخدها بيبتدي يحصل نزيف داخلي. عكسه بقى فيتامين كي. فيتامين كي هو بيساعد على تجلط الدم، ولو حد بياخد أدوية سيولة للدم وخد معاها سبلمنت فيتامين كي بيبقى بيبطل مفعول الدواء السيولة ده، فممكن يبقى الإنسان ده عرضة لأنه يحصل له جلطات. أما فيتامين سي، صحيح إنه الزايد من فيتامين سي بيخرج من الجسم عن طريق الكلى في البول، مش بيتخزن زي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، ولكن الزيادة منه بتجهد الكلى. كمان ممكن تؤدي إلى إن هو يتحول لأملاح في الكلى وتعمل حصوات في الكلى. كمان فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك أسيد اللي بياخدوه، مشهور قوي بتاخده الحوامل علشان صحة البيبي. هو طبعا مفيد، ولكن لو زادت الجرعة عن الطبيعي بيبتدي البيبي ده يبقى عرضة لمرض التوحد. وكمان لو خدوه الناس كبار السن بجرعات كبيرة بيسبب لهم ضعف في الذاكرة، بيبقوا عرضة لان هم يجيلهم زهايمر. كمان لانه الفيتامين ده بيسبب انقسام سريع للخلايا، فبالتالي ممكن الجرعات الزايدة منه تعمل أورام أو سرطانات. أما فيتامين بي 6 لو تاخد على جرعات كبيرة أكتر من اللازم ممكن يعمل تلف للأعصاب الطرفية، وده بيظهر على شكل تنميل أو وخز أو صعوبة في التوازن أثناء المشي. أما بقى المعادن لو اتكلمنا عنها، فالحديد لو أنا أخدت مكمل الحديد وأنا جسمي مش محتاجه، الحديد مش بيقدر الزيادة منه تخرج في الجسم إلا عن طريق النزيف، فلما باخد كمية زيادة بتترسب في الكبد والبنكرياس، تعمل تليف في الكبد وتعمل فشل للخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، فتسبب في البنكرياس تسبب سكر. كمان ممكن يترسب في القلب فيعمل فشل قلب احتقاني. أما مكملات الزنك والنحاس بيتنافسوا على نفس أماكن الامتصاص، فلما بيزيد الزنك في الجسم عن الطبيعي بيحجب أو بيمنع امتصاص النحاس، وده بيأثر على إنه الشعر يحصل له تساقط. وعكس المتوقع إنه الناس بتاخد الزنك علشان الزنك معروف إنه بيرفع المناعة، فلما الزنك بيزيد عن الطبيعي بيقلل انتاج خلايا الدم البيضاء، وهي دي اصلا اللي بتحارب البكتيريا. طيب هل المكملات ملهاش اي فايدة؟ لا، هي ليها فايدة ولكن بتستخدم في الطوارئ. يعني لما يبقى فيه نقص حاد من معدن معين او فيتامين معين، والدكتور هو بيكتب لك الكمية اللي انت محتاجها لفترة معينة، بنعالج النقص الحاد ده اللي ما نقدرش نعوضه بالأكل. بعدين بنرجع تاني ناخد كل العناصر دي من الأكل عن طريق دايت متوازن. خليني أقول لكم ليه الأكل ما يسببش كل المشاكل دي اللي بتسببها المكملات. أول حاجة إن الأمعاء فيها بوابات أمان ذكية للامتصاص. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتاكل وجبة متوازنة فيها مثلا حديد، الحديد ده لو زايد عن احتياج الجسم مش محتاج كمية الحديد دي كلها. البوابات دي بتمتص الكمية اللي هي محتاجاها بس، والباقي بتنزله في الفضلات بتخرجه من الجسم. لكن لما بتاخد الحديد كمكمل
بجرعات عالية، البوابات دي بتفشل على إنها تمنع الزائد من إنه يدخل الدم. الحاجة التانية إن أنت لما بتاكل وجبة، الوجبة دي فيها ألياف وفيها بروتين وفيها دهون، كل الحاجات دي بتقلل امتصاص أو بتخلي الامتصاص يحصل ببطء. يعني المعادن على ما تتفكك وتخرج من الوجبة دي، أو الفيتامينات عشان تتفكك وتخرج من الوجبة دي وتبقى جاهزة للامتصاص تدخل الدم، تحتاج وقت. فبالتالي بتوصل للكبد ببطء، بتوصل لأعضائك الحيوية ببطء، فما بيحصلش صدمة. لكن حباية الدوا مجرد ما تاخدها على طول بيحصلها امتصاص. نقطة كمان إنه غالبا الأكل بيكون فيه المكملات الغذائية مش في صورتها النشطة اللي بيقدر الجسم يستخدمها على طول، بيبقى لازم الجسم يحولها من صورة لصورة، زي مثلا فيتامين ألف أو فيتامين إيه بيبقى موجود في هيئة بيتا كاروتين في الجزر مثلا، فالجسم بيحول بس الكمية اللي هو محتاجها، والكمية اللي مش محتاجها برضه بيتخلص منها في الفضلات. لكن الحباية مش بيبقى كده، هو الجسم بيمتصها على طول في صورتها النشطة. حاجة كمان انه الوجبة مش بيبقى فيها عنصر واحد، يعني انا مش باكل في البرتقانة فيتامين سي فقط، لا، الوجبة دي بيبقى فيها الياف ومية وفيتامينات ومعادن وحاجات كتير قوي. غير لما اخد مثلا حباية هي زنك بس، فالزنك هيدخل يعطل امتصاص النحاس، لكن لما اكل وجبة متوازنة فيها زنك فيها نحاس فيها كل العناصر مش هيحصل ده. اخر حاجة بقى هو عامل الشبع. احنا لما بناكل مش ممكن هتاكل كمية تسبب لك تسمم. ليه بقى؟ لان انت هتوصل لمرحلة معينة، المعدة هتتمدد، هتوصل اشارات للمخ انه خلاص انا كده اكلت، بالتالي هتحس بالشبع، مش هتاكل كميات اكبر. لكن ده مش بيحصل مع الدواء. الجسم بيعرف يتعامل مع الاكل، هو دي الطريقه اللي ربنا خلقنا خلق جسمنا يعرف يتعامل بيها ويطلع منها المغذيات اللي هو محتاجها. المكملات دي حاجه جديده، حاجه اتعملت مش غلط، بس اتعملت لحالات معينه. لو عايزين بقى اقول لكم ازاي ناخد كل العناصر اللي احنا محتاجينها دي من الاكل بنظام سهل جدا وبسيط ومش معقد، اكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، وعايزين نكبر القناة، فياريت نشير الفيديو ده مع صحابنا ومعارفنا علشان المتابعين والمشتركين يزيدوا.